سلام عليكم. على مدار حياتنا بتحصل لنا مواقف بتضيع مننا فيها فرص وحاجات وأشخاص بنندم عليها ونقعد نأنب نفسنا كتير على ضياعها، وممكن كمان نعيش فترة كبيرة على ذكراها. الحاجات دي في أغلب الأوقات بتضيع مننا بشكل ممكن ما نعرفش أسبابه ونحس إننا ملناش ذنب في ده. يمكن في يوم ضاع منك حاجة بتحبها وعايزها وتفتكر إن ده في بعض الأحيان كسر خاطر ليك، وإنت مش عارف إيه اللي وراها أو إيه الحكمة في ضياعها. قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر لما اتبعه وشاف منه تصرفات تبان في ظاهرها إنها كسر خاطر لصاحبها، زي الولد اللي قتله سيدنا الخضر وهم ماشيين. لكن سيدنا موسى جاله التفسير بعد كده، وعرف بعد كده إن أبواه من الناس الصالحة المؤمنة التقية، والولد ده كان هيرهقهم ويتعبهم، فأراد ربنا إنه يعصمهم من الفتنة والبلاء في ابنهم. سيدنا الخضر ما كانش بيتصرف من دماغه، كان بيعمل كده بحكمة وبسبب ربنا عز وجل عرفه مسبقاً. فربنا عز وجل مش مطالب إنه يقدم لنا تفسيرات مسبقة على الحاجات اللي بتحصل لنا في حياتنا، وأوقات من حكمته إننا نفهم، بس نفهم متأخر. أصحاب السفينة اللي خرقها سيدنا الخضر وخلاها معيوبة، كان يبدو إن ده فيه ضرر ليهم وقطع الوسيلة رزق ليهم. وفهم بعد كده سيدنا موسى قصة الملك اللي كان بياخد السفن السليمة غصب، فالعيب اللي عملوا فيها كان سبب إنها ما تتاخدش منهم ويتقطع وسيلة رزقهم. يمكن العيب اللي فيك هو اللي ينجيك، وممكن المشكلة اللي تحصل لك هي تكون السبب في تفوقك ونجاحك في الحياة. يمكن عربيتك لما اتخبطت واتضايقت وقتها تكون السبب إنها نجتك من شر أكبر، زي إنك تعمل بيها حادثة كبيرة أو إن العربية تتسرق منك لا قدر الله. ممكن الحاجة اللي تفقدها دلوقتي ممكن تكون سبب في مكاسب كبيرة قدام ما كنتش هتقدر تحصل عليها لو الحاجة دي معاك. يغلق الله بابا ليفتح أبوابا. يحكى في عصر من العصور كان في راجل عنده مزرعة خيل كبيرة. في يوم من الأيام واحد من الأحصنة اللي عنده وكان عزيز عليه طلع ياكل في المراعي، فسرح لوحده بعيد وضاع منهم، ودوروا عليه كتير وملقاهوش. فصاحب الحصان لما جاله الخبر اتأثر وزعل شوية على ضياع الحصان اللي بيحبه، فالناس اللي حواليه جت تعزيه وتواسيه لضياع الحصان ده. فرد عليهم بثبات انفعالي ونفس مطمئنة وقال لهم: ومن أدراكم إن في ذلك شر؟ مين اللي قال لكم إن ده شر علشان تعزوني فيه وتواسوني؟ وعدت فترة وخلاص الكل نسي الموضوع، وفجأة لقى الحصان بتاعه اللي كان ضايع منه راجع ووراه قطيع كبير من الأحصنة. الحصان رجع ومعاه مكسب كبير لصاحب الحصان، فالناس جت علشان تبارك له على رجوع الحصان والغنيمة اللي راجعة معاه. فرد عليهم وقال لهم: ومن أدراكم إن في ذلك خير؟ يعني مين اللي قال لكم إن ده فيه خير؟ الناس اتعجبت جدا من الراجل وكلامه وسكتوا ومشيوا. وفي يوم من الأيام ابن الراجل ده حب يركب الحصان اللي كان ضايع، فالحصان جري بيه ووقع الولد من عليه وقعة جامدة فرجله انكسرت. فالناس جت مرة تانية تواسيه على اللي حصل مع ابنه، فرد عليهم وقال لهم: ومن أدراكم إن في ذلك شر؟ وبعد فترة قصيرة قامت حرب في المدينة، فجمع الحاكم كل شباب البلد للمشاركة في الحرب دي، ما عدا ابن الراجل طبعا علشان كانت رجله مكسورة. فجت الناس تبارك للراجل علشان ابنه ما راحش الحرب دي وما تعرضش للخطر زي الناس اللي راحت تحارب. فرد عليهم الراجل وقال لهم: ومن أدراكم إن في ذلك خيرا؟ الحقيقة هي دي طبيعة الدنيا، ماشية بنفس الشكل وبنفس الرتم والمنوال. اللي بتفكره شر ممكن يكون فيه الخير، واللي بتفرح بيه على أساس إنه خير ممكن تلاقي جواه الشر. يعني مجموعك القليل اللي جبته نجاك من كلية كبيرة زي الطب أو الهندسة، كان ممكن ما تعرفش تتخرج منها أو تتخرج منها دكتور فاشل
أو مهندس ما يعرفش حاجة، ونجحت في تجارتك أو مشروعك اللي جبته من كليتك اللي دخلتها بمجموعك القليل ده، اللي جبته واللي كنت زعلان جدا وقتها إنك جبته. يمكن فقدت طفلك اللي قعدت كتير مستنياه علشان ما يطلعلكيش طفل معاق مش هتعرفي تتعاملي معاه أو تتحملي إعاقته، أو ابن عاق تشقي وراه في الحياة ويتعبك ويبهدلك. يمكن بعدك عن الشخص اللي بتحبيه وبيحبك دي الوسيلة الوحيدة اللي تخلي كل واحد فيكم سعيد ومبسوط في حياته، لأن وجودكم انتوا الاتنين مع بعض ما كانش هينفع ولا حياتكم هتستمر مع بعض. يمكن تكون شايف إن ربنا كسر بخاطرك في حلم انت بتحلم بيه، لأنه كان هيتحول في يوم من الأيام كابوس مش هتعرف تتخلص منه، بس انت الدنيا كانت مزينة قدامك وما كنتش عارف الأمور رايحة على فين. الحقيقة ربنا بيسبب الأسباب وبيهيئها لتنفيذ قدره في الأرض وكمان في عباده. اللي خلى إخوة يوسف يرموه في البير ويحوي القافلة بعينها ماشية في الصحراء للمية علشان يعدوا ويبصوا في البير وينتبهوا لسيدنا يوسف وينقذوه وياخدوه معاهم مصر. ومنع عزيز مصر من الخلفة علشان لما يشوفه ياخده يربيه في بيته ويكبر عنده، وهناك يدخل السجن ويقابل واحد مسجون معاه ويكون السبب في خروجه من السجن، ويخليه يقابل الملك ويحل أزمة بلد كاملة ويبقى من كبار البلد وينقذها من مجاعة كانت هتقضى عليها. هي دي كيفية إدارة الحياة من خالقها. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه وأزال عواقبها وأتمه. لذلك تفكيرك الكتير في كلمة ولو مش هيوصلك لحاجة، ولو حصل مش هيوصلك لحاجة غير للاعتراض على قضاء وقدر إحنا مش هنقدر نفهمه ولا هنستوعبه بتفكيرنا المحدود ده. خلاصة الحياة موجودة في عدة آيات في القرآن. على سبيل المثال قال الله عز وجل: لكي لا تيأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني ما تندمش وتزعل على حاجة فاتتك أو ما كانش ليك فيها نصيب، وفي نفس الوقت ما تفرحش وتتغر كتير باللي في إيدك. حاول ما تعترضش على اللي بيحصل لك علشان لما الأمور تتحسن وتوضح قدامك ما تبقاش مكسوف من ربنا ومن اللي قلته وعملته قبل كده اعتراضا عليه في وقت من الأوقات لما كنت فاهم غلط إن اللي بيحصل لك ده شر ليك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. سلام عليكم.